هنعمل النهارده مع بعض كب كيك الكراميل بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها ديت. الكراميل اللي على الوش ده هيبقى في النص، بس هنشوف الطريقه مع بعض. معايا كوبايه من السكر كده هنسيبها على النار عشان نعمل معانا الكراميل. اهم حاجه ما نقلبش فيه غير لما يبدا يلون من تحت، تمام كده، عشان ما يسكرش معانا. اول ما يبدا يدي لون كده نبدا نديله هزه كده بالكسرولة بتاعتنا، وبعد كده نبدا نقلبه بالاسباتوله واحده واحده مع بعض. انا بشيل الجناب كده وخلاص، هو كده بدأ يسيح خلاص. اول ما يبدأ يدخل في الغليان كده نبدأ نحط عليه نص كوباية من المية واحدة واحدة مع بعض. هنا بقى معايا كوباية من اللبن عليها معلقتين من النشا، هنقلبهم وواحدة واحدة برضو نقلب مع بعض كده. وبعد كده نحط عليها معلقة من الزبدة ورشة ملح بسيطة، وعندنا رشة فانيليا نحطها. لو كتل معانا نضربه في الخلاط، هو جاهز كده خلاص معانا. اللي بقى الكب كيك بتاعنا نحط بيضتين، كوباية لبن، كوباية الا ربع سكر، نص كوباية من الزيت. هنحطهم كلهم في الخلاط يعني عشان خاطر نسرع الوقت معانا. بعد كده نجيب كوبايتين من الدقيق بنفس المعيار برضو، وهنحط عليها تذكرة من كيك شيف، وبرضو هنا ننخلهم شوية علشان تبقى هشة معانا. رشة ملح بسيطة خالص كده، وهنضيف بقى الخليط اللي احنا عاملينه. وكده خلاص نقلب الخليط بتاعنا لحد ما كله يتجانس مع بعضه. ومعايا ربع كوباية من المية المغلية هنضيفها واحدة واحدة مع بعض ونقلب بسرعة. ما تخافوش من البيض، مش هيستوي ولا أي حاجة، هي بتديني هشاشة جدا للكيك. خلاص هنا بقى نحط بقى بالمعلقة كده او بكوبايه زي ما انتوا عايزين. انا هحط نص كده الكب كيك بتاعنا السيليكون ده، وبرضه هعرفكم برضه هسيب كام واحده فاضيه. هنديها دهنه كده من الزيت زي ما انتوا شايفين كده بالفرشه بتاعتنا، ونحط بقى الخليط بتاعنا لحد النص كده. الخليط ده طلع معانا زياده فحطيت في الطاجن الباقي، وهنسيب برضه كده نص كوبايه من الخليط ده. هنضيف عليهم معلقه من الكاكاو، ونحط عليهم معلقتين من الميه علشان تفك معانا وتبقى خفيفه شويه، عشان تبقى بنفس السمك التاني. وهنحط بقى معلقة كده على الوش زي ما انتوا شايفين. بعد كده نقلبها كده بالشوكة علشان تبقى معانا كده متجانسة واللون بتاعها رخامي كده. هنجيب بقى الكراميل بتاعنا بعد ما برد كده، هتلاقيه تقل شوية، هنحطه على الوش زي ما انتوا شايفين بالطريقة ديت. وما تخافوش، هو بيفضل بقى ينزل في النص كده اول ما تستوي، وبيبقى سايح من جوه وتحفة. طريقة التسوية معايا على درجة حرارة 180 نسيبها 25 دقيقة، والطاجن ده بنسيبه بعدها بشوية ب10 دقايق كده لأن بيحتاج تسوية أكتر، وبتخرج معانا زي ما انتوا شايفين. أتمنى بقى تجربوا الطريقة دي كده وتدعولي. عايزة أقول لكم إن انتوا هتنسوا أي كب كيك تاني. شايفين لونها عامل ازاي؟ تحفة. مش لازم تحطوا أي قوالب سيليكون ولا أي حاجة، ممكن تحطوا مباشر كده على طول. شايفين هشة ازاي ومعانا الكراميل سايح ازاي. هنا بقى الطاجن اللي انا كنت عاملاه اللي هو زايد معانا ده، هقطع منه برضو زي ما انتوا شايفين كده بالمعلقة. عادي ممكن تاكلوا بالمعلقة على طول. شايفين الكراميل اللي جوه عامل ازاي. وكده خلاص خلصنا. انا اسماء الحمامسي، لايك وشير، مع السلامة.